وربنا بيقول لك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قلت يا رب ليه ما قلتش ألم يأني للذين آمنوا أن يخشعوا لذكر الله؟ ليه يا رب قلت قلوبهم؟ قلبك هو سبب المشاكل اللي انت فيها كلها، إلا من أتى الله بقلب سليم. لو قلبك مش سليم هو ده اللي منعك من ان انت تشوف سيدنا النبي في المنام، وان انت دعائك يستجاب. بيقول لك سيدنا النبي ان الله لا يستجيب من قلب غافل لاهي، قلب برضه قلبه في حته تانية خالص. هو ده اللي منعك من ان انت تبقى عندك خشوع في الصلاه. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. طيب هنا عكس الخبيث، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. سيدنا النبي بيقول الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. القلب لو صلح الجسد كله بيصلح. هو ده اللي بيمد الجسم كله بالدم، هو ده المحرك. يقول لك يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. ربنا مطلع على قلبك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث فيما معناه اذا همه امر كان يفزع للصلاه وتخلص الموضوع بيخلص. النبي كان بيصلي ازاي؟ احنا بنصلي غلط ولا ايه؟ قال لك لا لا لا، المشكله كلها هنا ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم. انت بالفطره اول ما بتتولد انت قلبك سليم. طب ايه اللي مبوظ لي قلبي؟ ايه اللي مبوظ القلب؟ طالما المشكله كلها في القلب بقى، او بالطريقه اللي تخليني اوصل للخشوع والاستجابه. تدعي من هنا زي ما النبي كان بيدعي كده، تلاقي المطره نزلت. يوم يصلي ركعتين قيام ليل ولا حاجه، تاني يوم الموضوع يخلص. ايه اللي منعك من الخير ده؟ هنتكلم دلوقتي عن واستعينوا بالصبر والصلاه، ودي طريقه ربنا بيقول لك استعين بالوسيلتين دول تخلص بيهم اي حاجه في حياتك، اي حاجه. وليه قدم الصبر اصلا؟ هنتكلم عن كل حاجه، بس خليني الاول افهمك ايه اللي ممكن بقى يمنعك من ان انت يبقى عندك صبر، ويمنعك من ان انت عندك خشوع في الصلاه. لان ربنا عايز الصبر الجميل، وربنا عايز الصلاه بخشوع، مش صلاه بس عاديه كده، لا بخشوع. الم يأني للذين امنوا، ما جاش الاوان بقى قلبك يخشع زي سيدنا ابو بكر كده كان يقرا الايه من هنا يعيط من هنا. سيدنا النبي بيقول ان مع كل ذنب انت في نقطه سوداء في قلبك بتغلف قلبك ده، بتخليه كده مش مستقبل الانوار. تيجي تصلي مش حاسس باي حاجه، تيجي حد ينصحك بنصيحه كويسه او يقول لك حاجه رساله ربنا بعتها لك انت مش سامعها، بيقول لك ام على قلوب اقفالها، وانت اللي حاططها مش حد تاني. حتى ربنا بيقول لك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ايه بقى اللي بيخلي القلب ده فيه امراض بتمنعه من ان هو يبقى سليم؟ اولا مع كل ذنب نقطه سوداء، وقال لك لازم تتوب منها عشان النقطه دي تتشال. الكباري سبب مشاكلك كلها نفصصها بقى حتى ونشوف بقى ربنا قال ايه بالظبط، وسيدنا النبي قال ايه بالظبط. قال لك بقى ايه؟ قال لك القنوط من رحمه الله، قال لك سوء الظن بالله، الاتنين من الكبائر. تمام كده؟ بتظن بربنا مش حلو. قال لك انا عند ظن عبدي بيه، فانت بتظن بيه خير وانه هيلحقك. بتظن هو مش هيلحقك، خلاص انا عند ظنك بقى، اعمل اللي انت عايزه. الحسد، بتتمنى حاجه تزول من عند حد. طب ليه؟ قول لي انت ليه؟ طيب الغل، الحقد، الكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ربنا بيطبع على قلبه بقى. كبائر برضه، يبقى الكبائر معاك في كل، هي سبب مصيبتك كلها. قال لك برضه العجب كبائر برضه. العجب ده مصيبه. النبي بيقول لك إن معنى الحديث يعني اخشى عن اللي بيقول ان هو ما بيعملش ذنوب لا يكون مصاب بالعجب، وده اكبر. الرياء دي مصيبه. اول من يسعر بهم النار، يا الله، اول ناس بتخش النار. الرياء ده مصيبه. يروح يصلي عشان الناس تقول عليه بيصلي. ليه طيب؟ هتستفيد ايه؟ يروح يتصدق عشان يقولوا عليه كريم. يروح معرفش عشان الناس تقول يعني هو بيصلي مثلا الركعتين بركعتين بس، راح مصلي 4 عشان الناس بيقول ده بص يا عم سيبك من الناس. قال لك برضو اللي سايب نفسه تسوق الشهوات. اعدائك نفسك التي بين جنبيك، لو ما عرفتش تتحكم فيها هي هتسوقك. نفسك ان لم تشغلها شغلتك. سيدنا علي كرم الله وجهه اللي متربي في بيت سيدنا النبي بيقول كده، واللي سيدنا النبي قال لك لا تكذبوا عليه، ده حاجه كبيره قوي. وبرضه قال لك اللي يفوت 3 جمعات ورا بعض يطبع على قلبه. يا ساتر يا رب، الحاجات دي لازم نبعد عنها تماما. الحاجات دي لازم ما تبقاش فينا. عايز قلبي سليم، عايز ابقى عندي خشوع في الصلاه، عايز اخد رحمات ربنا، عايز اضمن ان صلاتي مقبوله من الاخر. قال لك فويل للقاسيه قلوبهم، قلبه قاسي. طيب يعني لازم اعمل ايه بقى عشان اوصل لدرجه الخشوع؟ هنتكلم دلوقتي برضو عن ايه الطريقه اللي تجربها عشان تلاقي في خشوع فعلا ان شاء الله. بس اهم حاجه تنظف ده، لازم ده يبقى سليم. اوعدك هتلاقي حياتك كلها متغيره. فسبحان الله تلاقي الناس اللي ربنا الهمها يبعدوا عن الكبائر، هو اصلا دلوقتي هو هتلاقي قلبه سليم وهو مش واخد باله. اللي عرف يوصل ان هو يبعد عن الكبائر وخد بالك اللي بيستعين بالله ربنا بيعينه. ويا سلام واللي بيصلي السنن والنوافل ربنا بيعينه. لئن سالني لاعطينه.
يقول له يا رب عيني على اجتناب الكبائر، يعينه يخلصوا منها. في واحد تاني يدعيها ما تفهمش بقى، تلاقيه الموضوع بيزيد معاه. طب ظبط قلبك بس وادعي تاني. خلي عندك كده، قال لك ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ولا يستجيب من قلب غافل الله. يبقى لازم نتخلص من الكبائر. شوف معانا في كل مصيبه الكبائر، كل مصيبه لازم تلاقي الكبائر. حسد، سحر، ايا، كلها كبائر. تحس ربنا يخش الجنه بقى، انت ايه حكايتك؟ يعني عمال اجيبك بالحسد عشان ترجع تتوب وتبطلها فتخش الجنه، مش راضي. طب اجيبك بالسحر، مش راضي. طب اجيبك بايه طيب يعني؟ فاهم؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. شوف بيحبك برضو وانت مش فاهم الحكمه. طيب، وعايزك برضو انت تدور برضو، عايزك توصل للذين جاهدوا فينا. عرفت ليه عمال اقول لك دور انت على الكبائر بنفسك؟ عايزك توصل للذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي عمالين بيحاولوا يوصلوا دول هنشدهم احنا بقى. انا عايزك انت تحاول انت تدور، صدقني. المهم، طب القلب بقى سليم. القلب بقى سليم اذ جاء ربه بقلب سليم. خلاص انا قلبي نضف. اعمل ايه بقى؟ عايزك تيجي على الثلث الاخير من الليل كده، انا عايز منك ركعتين بس، 2 بس. بس مش اي ركعتين يعني. يا سلام لو حافظ قرآن وسور كبيرة، يا سلام عليك، ما شاء الله عليك. انت هتجيب معاك النتيجة دي سريعة ان شاء الله. يا سلام لو عارف المعاني بتاعت القرآن وتفسيرات كل آية ويا سلام لو بتقولها بترتيل كده وتتعمق كده في الآية كده، واقف قصاد ربنا بخشوع كده وتتعمق في الآية كده، وتيجي آية كده تلاقي تحسها كده بتمس القلب، الاقيك بتدمع عينك كده. يتكلم عن النار الاقيك يا رب، وفي سرك كده انت بتصلي الركعتين بس ان ربنا يرضى عني. بس ان رضي عنك هيوريك العجب. العجب صدقني، صدقني هيوريك اللي ما تحلمش بيه. والاستغفار برضو، انت بتستغفر عشان يغفر لك ذنوبك بس، مش اي حاجة تانية خالص. استغفر الله، انت بتقول له سامحني، فعمال بتقول له اديني فلوس. يا عم قول له سامحني بس، هو هيديك الفلوس، ما تخافش. عن تجربة ان شاء الله، ما تخافش. لو حافظ صور كبيرة، طب او متوسطة. بس لو مش عادي برضو، عادي بالمصحف عادي، او تبقى حاططها على ستاند كده قدامك 100. يا ريت ستاند يبقى افضل. خلاص صعب قوي بالموبايل، بس اقفل بقى الحاجه دي، ما حاجه فيش حاجه تلهيك يعني. وعايزك في كل ركن، انا عايز الصلاه الركعتين دول ياخدوا منك من تلت ساعه لنص ساعه. اتصرف يعني لمده اسبوع، لمده شهر، يوم ويوم، يومين ويومين. شوف عايز تجيبها بالتدريج، تبدا بصور متوسطه، تمام. يا لو مش قادر، انا عايزك تجيبها مره واحده. عرفت تجيبها بارك الله فيك. مش عارف، امسك انت بقى المصحف واقعد ايه ده، حاول كده تقرا الصوره، حاول تاخد معاك وقت طويل، تدرب نفسك. وهنتكلم عن الصبر دلوقتي. وعايزك تطول في كل ركن من اركان الصلاه. في حديث فيما معناه، وانت بتركع، وانت بتسجد، انت الذنوب بتتساقط، الذنوب بتنزل منك. يا عم طول، خليهم كلهم ينزلوا. طول طول. ده في يعني، انا مش عارف، بس انا حاسس انك كل ما تقف قدام ربنا فتره طويله انت بتتعرض لرحمات، بتقول له يا رب ارضى عني. يا سلام، بس ما فيش حته الرياء والعجب دي. خد بالك، ده الشيطان ابن لذينه، ده اصلا عالم، ده كان مع الملائكه فوق. خد بالك بيجي من حتت ابن اللعيبه، اعوذ بالله منه. بس ان كيد الشيطان كان ضعيفا. بس خد بالك متبقاش عندك عجب، انا بصلي والناس نايمه. لا لا لا، اوعى، ده دي تبوظ كل حاجه. لا لا لا، ما لازم القلب يبقى سليم. قلنا بقى العجب ده خد بالك من مصيبه. المؤمن يسره الحسنه، تمام. احمد ربنا ان هو وفقك، ان انت عرفت تقف، وان هو مديك الصحه. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. انا مهما عديت مش هعرف اوصل لنعمك كلها يا رب. فطول في السجود، طول في الركوع، خلي الذنوب تنزل يا اخي، خليهم كلهم ينزلوا. ده ممكن في ركعتين تصلي بس وانت ساجد ادعي بقى باللي انت نفسك فيه، مفيش اي مشكله. اقرب ما يكون العبد وهو ساجد، ولكن هو ربنا اصلا منك قريب. انت بقى امتى تكون قريب؟ وانت ساجد. ليه؟ لان انت هنا في قمه الذل لربنا. وسلم. طب نيجي بقى لنقطه ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. الصبر ان انت تمنع نفسك او تجبرها على ايه؟ تجبرها على ان هي تسمع هي كلامك، مش انت اللي تسمع كلامك. تسوق انت، مش هي اللي تسوق. ودي عايزه قدره. كل ما يكون قلبك سليم كل ما الموضوع بقى سهل قوي. سيدنا علي بيقول ان لم تشغلها شغلتك. لو ما شغلتهاش بالطاعه هتشغلك بالمعصيه، لو ما شغلتهاش بالتفاؤل هتشغلك بالتشاؤم. طب ايه انواع الصبر؟ في بقى صبر على مشقه الطاعه. يعني ايه؟ الصلاه مثلا، يحب ينزل من بيته يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي العشاء،
مجهود اهو، نفسه مش حابه الكلام ده. وكل ما قلبك بقى سليم بقت ضعيفه قوي، كل ما قلبك في نقط سوداء بقت هي مالكه الموضوع. مشقة الصيام مثلا كام ساعة ومش عارف ايه، في واحد تلاقيه على قلبه زي العسل، واحد صبر جميل، ده انا مبسوط ان انا بصوم، انا بصوم لربنا، يا نهار ابيض هيغفر لي، يا نهار ابيض جميل قوي. واحد يقول لك ايه ده امتى بقى مش عارف ايه. ربنا عارف بان الانسان ضعيف وكده، ولكن لما انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. تصبر على الصدقة والزكاة مثلا ازاي؟ الشيطان يروح جاي موسوس لك ان الشيطان بيقول لك ان الشيطان يعيدكم الفقر، يجي يتصدق واحد مثلا واثق قوي في وعد ربنا، قال لك ان من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، خلاص مصدق، جايه اضعاف، خلاص انا مصدق، ويطلعها لله مش عشان الناس تشكره، ده الرياء. الشيطان ما عرفش في دي بيخش لك من حته تانية، ما عرفش يخش لك من حته تانية. نفس الحاجه هي ده زي ما الشيخ الشعراوي قال رحمه الله عليه، بيقول لك لو لقيت حاجه ذنب معين مصر عليه اعرف ان دي نفسك. الشيطان يعدكم الفقر، يا عم انت هتضيع فلوسك، اصبر بس لما تيجي تقبض بقى الشهر الجاي، يا عم ايه ده بس انت. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هتصدق مين بقى؟ الشيطان يقول لك هتفلس، وربنا يقول لك لا، ده انا هضاعفهم لك. تصدق في مين؟ وقلبك كل ما كان سليم كل ما بقى تصديقك لكلام ربنا اسهل كده وايسر، والفتوحات تبدا تهدل عليك كده. طيب ايه الصبر التاني؟ في الصبر على المحرمات. قالك اوعى تزني، اوعى تشرب الخمر، اوعى كذا كذا كذا، ملذات الدنيا ومش عارف ايه. فواحد لا انا عايز اخش الجنه يا عم، اعوذ بالله مش عارف ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عايز اخش الجنه. يجبر نفسه ان هي تسمع الكلام، تجبرها ان هي تسمع الكلام، تقول لك يا عم روح بقى ومش عارف بقى يعمل ايه، ولا اتفرج على ايه، ولا مش عارف ايه. لا انا عايز اخش الجنه، اعوذ بالله منك، وتدعي ربنا اللهم عني على نفسي فيني شرها وشر الشيطان. وفي صبر على البلاء. البلاء ده اللي هو العقاب، زي ما سيدنا علي قال لك ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. حتى بيقول لك وكم من قريه كانت تاتيها رزقها رغدا من كل مكان، جاي لها الرزق من كل حته، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. لما عملوا حاجه غلط جالهم العقاب ده. في الاول كانوا متنعمين، كانوا ماشيين زي الفل، فلما عملوا حاجه غلط خد خوف وجوع بقى، ما يتشالش الا بالتوبه. زي ما سيدنا علي قال لا تكذبوا علي، يبقى انت عملت ذنب فربنا بيكفرها لك، لان انت ولا بتستغفر ولا بتتوب ولا عايز توقفها، ولو حتى بتستغفر عمال بتعملها هي كل يوم تاني، مصر عليها. تستغفرك ايه؟ انت بتقول له انا اسف عمال تعملها تاني، احنا هنهزر مع بعض بقى يعني. معلش انت فاهم قصدي. مثلا انت رحت مع فرق التشبيه طبعا، اخوك مثلا او صاحبك رحت ضايقته بكلمه مثلا، رحت قلت له كلمه تزعله مثلا، ودي من الكبائر برضه، فزعل منك قوي ومش عارف ايه، فانت رحت له بعد شويه معلش انا اسف سامحني، هي دي معنى استغفر الله، انا اسف سامحني ارجوك مش هعملها تاني مش عارف ايه. فانت بتقول له سامحني من هنا وفي قلبك انا هعملها كمان شويه اصلا هعملها تاني. فانت عمال تقول استغفر الله، لازم قلبك يبقى انا مش هعملها. طب افرض انا قلت مش هعملها وعملتها، وقلبي فعلا انا فعلا مش هعمل، لا هنا ده نوع تاني، تتوب وتستغفر تاني وتوعد ربنا وعني يا رب ومش عارف ايه وكده، ان شاء الله مش هتقع فيها تاني. وقعت فيها تاني استغفر وتوب تاني، بس تبقى صادق كده ان ربنا مطلع على قلبك. انت لازم تصبر طبعا على البلاء برضو لحد ما يترفع. وخد بالك المستغفر ما ينزلش عليه عقاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم بيستغفرون مفيش عذاب نازل عليهم، ده وعد ربنا. فاللي يستغفر الله عذاب، لا ده في حاجه غلط بقى، يبقى انت لسه مصر على الكبائر. في حديث فيه معناه بيقول لو جئتني بقراب الارض خطأ، ذنوب ايه؟ جبال، استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، بس بشرط واحد، وجدتك لا تشرك بي شيئا. ده حاجه تانية غير الكبائر، ما هو الشرك ده برضو من الكبائر، بس احنا مش عارفين الشرك الاصغر ده منه الرياء، منه التشاؤم، الطيره، منه العجب، منه انك تفتكر ان عارف انت زي في كده، في ناس كده يقول لك مش عارف ايه دي بتبطل الحسد، وفاكر ان دي بتنفع وبتضر، وقعت في الشرك. يلا يا معلم خير، ممكن هي دي اللي معطله لك حياتك كلها، فاكر ان دي بتنفع وبتضر. يروح للدجال، يروح للناس اللي هي اعوذ بالله منهم، يقول له ابطل لي الحاجه اللي عليا وربنا بيقول لك ان يريدك الله بخير فلا رد لفضله، ربنا عايز لك خير، ما فيش حد يعرف يمنعه، محدش يعرف يمنعه، وعد ربنا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، محدش هيعرف يشيل الضر اللي اصابك ده الا ربنا. شوف لو اتنطط، شوف لو عملت ايه، لازم تلجأ لربنا. واصلا هو عامل لك هذه المصيبه دي او الضر ده عشان ترجع،
ولما تروح لكل الابواب كده وتلاقيها مقفله، بيعرفك ان مفيش غير الباب بتاعي بس اللي تلجأ له. ده بيعلمك تصبر لحد ما يترفع تتوب. قال لك اللي بيتوب ربنا بيتوب عليه. وفي آية تانية بيقول لك فتاب عليهم ليتوبوا. دي كبيرة قوي دي بقى. ده ربنا اللي تاب عليهم الأول، بعد كده هم تابوا. فتقول اللهم توب علي لأتوب. دي تمسك فيها دي، اللهم توب علي لأتوب واغفر لي الذنوب وبدل سيئاتي وذنوبي إلى حسنات وألحقني بالصالحين. في صبر بقى تاني على ما لم تحط به خبرة. ده سيدنا موسى نفسه معرفش يصبر، بس بقى احنا ربنا عرفنا بقى، فاحنا بص بقى انت مالكش حجة، ربنا عرفك. عرفني ازاي؟ هقول لك بقى. هناخد منها قصة واحدة اللي هي الطفل الاب والام الصالحين اللي كان عندهم طفل ومش عارف ايه، وربنا بعلمه المستقبل عرف ان الولد ده لو كبر هيكفرهم، هيدخلهم في الكفر، وهم صالحين. والظاهر ان هم وصلوا لدرجة صلاح عالية قوي ان ربنا بنفسه يحل لهم المشكلة تلقائي من بره كده. عرفت ان المتقي ما بيقعش في مشاكل. اللي عنده ابن مغلبه انت السبب، انت السبب، صدقني. انت او ده عقاب، صدقني. ما هو هنا مش عقاب اهو، ده كان جاي لهم، كان هيبقى عقاب، ربنا راح صرفه وراح مبدلهم واحد احسن منه. فاردنا ان نبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. الناس دي متقين، بيعملوا الاوامر وبيجتنبوا النواهي، ده زي الفل. يتعذبوا ليه دول؟ فاهم قصدي؟ اتصرف عندهم الولد من بره كان مكتوب له ان هو هيعيش. فاذا النوع ده مش بلاء، ده صرف بلاء. واكيد ربط على قلوبهم زي ما ربط على قلب ام موسى. هات لي زوجة تعمل اللي عملته السيدة هاجر مرات سيدنا ابراهيم، سايبها في الصحراء بيقول انا امرت ان انا اسيبك انت وسيدنا اسماعيل في الحتة الفلانية. هات لي واحدة بس عندها الايمان ده وهي مش نبيه ولا رسولة، ربطنا على قلبها سليم. ومش شرط عشان هي مرات نبي زي مرات سيدنا لوط. عايزك تصدق ان ربنا بيختار لك الاصلح. وهفهمك ليه. زي واحد اتولد على الفقر، طب ده عمل ايه؟ ده لسه ما فيش ذنوب. يصبر ويعمل اللي ربنا قال له عليه عشان يبقى غني، عشان يغنيه وعشان يعطيه من فضله. هو قال حاجه كده، اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ربنا بحكمته عرف ان ده اصلح ليه في الوقت الحالي. في ناس لما تتولد على الفقر ده اصلح ليها لدينها، وبعد كده هو يدور ربنا قال لي اعمل ايه عشان ابقى غني، وهيدله ان شاء الله، وربنا هيعينه وهيغنيه ان شاء الله. وعد ربنا ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني ايه؟ اصبر، وعد ربنا حق. لما يقول لك استغفر اديك فلوس، يبقى هيديك فلوس. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تخليش الناس اللي ايمانهم ضعيف يلعبوا معاك، ما تخليهمش ياثروا عليك ويقول لك لا يا عم مفيش الكلام ده، لا. بيقول لك ما تصدقهمش، صدقني انا، صدق ربنا. في واحد لو اتولد على الغير ده اصلح ليه لدينه، تمام؟ ربنا ما بيظلمش حد. بس واعرف انت ربنا بيختار لك الاصلح. المؤمن امره كله خير. وشفنا كتير ناس كتير اتولدوا على الفقر بقوا مليارديرات كتير. يعني سيدنا يوسف مثلا، سيدنا يوسف بيقول ايه لما بقى اخواته عرفوا ان هو ده اخوهم ده قصه رهيبه قوي. بعد بقى ما عرفوا لقوه بقى ما شاء الله ربنا بارك له قوي وماسك منصب عالي ومعاه ايه وفلوس ومش عارف ايه وبتاع. قالوا له بل اثرك الله علينا، ده ربنا فضلك علينا. قال لهم لا، انه من يتقي ويصبر. ايه بقى؟ فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اذا اللي يتقي يلتزم بالاوامر ويجتنب النواهي. سيدنا يوسف عرف الحكايه ايه؟ قال لك اللي بيسمع كلام ربنا بيدلعه ويصبر، يستنى، يصبر واصبر ان وعد الله حق. جايه واللي ربنا وراله رؤيه صدق، جاي هتحصل. ده وراك المستقبل هيحصل فيه ايه، عايز ايه تاني عشان تصدق؟ ولتطمئن قلوبهم. بعت لك رؤيه عشان قلبك يطمن، شايفك قلقان ومش عارف ايه بس انت كويس، بيقول لك اطمن هتحصل، اصبر. ربنا عارف ان انت هتسمع كلام، انت بقى في ايدك تسمع الكلام دلوقتي، تسمع الكلام كمان سنتين براحتك. تمام؟ انه من يتقي ويصبر. طب ايه المكافأة على الصبر بقى في الدنيا؟ ايه المكافأة؟ قال لك سيدنا يوسف اتقالت على لسان سيدنا يوسف من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في الآخرة بقى المكافأة على اللي بيصبر، اللي هو صبر بقى على مشقة الطاعة، وإن هو يبعد عن المحرمات والكبائر، وإن هو يصبر على البلاء ومحرمات والكبائر وكل بقى أنواع الصبر. قال لك إيه بقى المكافأة في الآخرة بقى؟ يعني في مكافأة في الدنيا وفي مكافأة في الآخرة، تمام؟ فما تصدقش يقول لك ما فيش مكافأة في الدنيا. قال لك اللي يستغفر ويتوب يمتعه متاعا حسنا. تخيل متاع ربنا عامل ازاي، الى اجل مسمى لحد ما تموت.
صدقني كلام ربنا واضح. فربنا بيقول في القرآن إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، دخلوا الجنة. عايز ايه تاني؟ والملائكة كمان بترحب بهم، سلام عليكم بما صبرتم نعم عقبى الدار. إذن المؤمن أمره كله خير. في حاجات في ظاهرها هي بلاء، بس دي مش بلاء. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، زي القصة بتاعت سورة الكهف. ده مش بلاء ولا عقاب ولا أي حاجة، ده صرف بلاء. ده لو كبر كان هيكفرهم. يبقى فين البلاء في كده؟ وأكيد ربط على قلوبهم وطمنهم وفهمهم. فما تعمليش كبائر وتقول لي أنا صابر وبحتسب، ده هتهزر. ده هتلاقيك أنا متأكد 1,000,000% إنك عندك مشاكل رهيبة في حياتك. ولو ما عندكش مشاكل خاف. لو بتعمل كبائر وما فيش مشاكل اترعب. لا تكون من الذين إنما نستدرجهم اللهم اصرف البلاء وفتحنا عليهم أبواب كل شيء. لا الله، حتى إذا فرحوا خلاص خدناه، لما بقى خلاص مفيش فايدة تلاقي كل حاجة اتفتحت. مصمم مصمم مصمم، خلاص بيديله كل حاجة. بعد ما يفرح تعالى بقى. فلو بتستغفر وبتتوب صدقني البلاء بيترفع. مش أنا اللي بقول، ده ربنا وسيدنا النبي وسيدنا علي برضو قال لها. قال لك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هما اللي بيظلموا نفسهم. ده حتى ما تعبوش نفسهم يحاولوا يفهموا. ده حتى ما حاولوش يتعبوا نفسهم شوية ويفهموا أنا منزل القرآن ده ليه. ده حتى ما تعبوش نفسهم شوية عشان يفهموا الكلام اللي في القرآن اللي أنا بقوله لهم اعملوه. يعني ده أنت وأنت داخل على شغل جديد بيديك مثلا بيقول لك دي القوانين بتاعت الشركة، بتبقى لا وريني لحسن اغلط، لحسن مش عارف ايه، لحسن مش عارف ايه، لحسن اغلط ويخصم لي مش عارف. ده نازل لينا لازم نتفكر في القرآن ونفهم ربنا قال لنا بيقول لنا ايه. لازم نفهم ربنا عايز مننا ايه. لازم نفهم ربنا بيقول لنا نخش الجنة ازاي وما نخشش النار ازاي. فاهم؟ يعني اخر حاجة كده، بص الكفرة كانوا بيقولوا ايه؟ ان كان لا يضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها. يا لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك كان بيتكلموا عن سيدنا النبي كان هيضلنا وهيودينا في داهية لولا ان احنا صبرنا على عبادة الصبر، اللي هو هنا اكبر نفس، بل هنا هو سلم لنفسه. هو هنا ده مش صبر، ده النبي كان بيقول استفتي قلبك، استفتي قلبك. ولكن امتى تستفتي قلبك؟ لما يبقى سليم.